الجو الحر اللي احنا فيه ده محتاج حاجة سهلة وسريعة وساقعة. هنعمل جيلي بالبسكويت وبالفاكهة، قطع فاكهة او كومبوت. انا هنا استخدمت كومبوت وهقول لكم على تركاية كده فيه. كملي الفيديو. بصي بقى يا ستي، الكمبوت ده بيبقى عبارة عن قطع فاكهة كده وموجودة في وسط شربات، وبتكون في علبة كده صفيح. بتجيبيها من السوبر ماركت، هي بتبقى غالية شوية، تقدري تستبدليها بقطع الفاكهة. المهم هنعمل ايه؟ هنجيب باكو جيلي ونفضيه. انا هنا كنت بقول لكم اني فصلت قطع الفاكهة عن المحلول بتاع الكمبوت، والمحلول ده بيبقى تقيل شوية فانا بزوده مية متلجة. وبعد كده ابدا بقى افك الجيلي بتاعي، بفكه بشويه ميه سخنه وافضل اقلب فيه لحد ما يدوب كويس كل السكر اللي فيه، وكمان يفك وما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده بدل بقى ما هزود عليه ميه متلجه، لا انا هزود عليه الشربات اللي موجود مع الكمبوت. الكمبوت ده هنا كان نوعه مشمش، في اناناس وفي فواكه مشكله، في حاجات كتير. بس عايزه اقولك الاتنين دول مع بعض طعمهم فظيع جدا. بعد كده ابدا اجيب الكاسات اللي عندي او اطبقه براحتك، وابدا اجيب البسكويت الساده وارصصه كده في الكوبايه على حسب ما تشيل معايا. انا هنا كنت بحاول اخليها تشيل 5، ما عرفتش يعني فخليتهم 4. وابدا احط الكمبوت في النص كده، وبعد كده انزل عليها بالجيلي. سهله جدا وما بتاخدش وقت، ولما بناكلها بتبقى ساقعه، فبجد يعني بترطب علينا في الحر اللي احنا فيه ده. احنا فعلا في الحقيقة يعني في الحر ده احنا محتاجين حاجة تروق علينا. المهم بس تخلي بالك ان البسكويت بيبوش بسرعة، فتحاولي ان انتي ما تحركيهوش وفي اثناء يعني بعد ما تحطي الجيلي ما تحركيهوش كتير. هنا انا كنت عايزة ازود بسكويت، فبدأت ان انا اقسم كده البسكويتاية بالنص وابدأ احطها في الفراغات اللي موجودة عندي دي. ان شاء الله كده تجربوه وتقولي لي رأيكم ايه. طبعا بتسيبيه في التلاجة الليل كله، انا كنت سايباه الليل كله، ممكن يعني 4 ساعات كفاية، بس انا سيبته الليل كله قلت عشان يبقى ساقع وحلو ياخد راحته بقى. هنا ما شاء الله كان خلاص يعني اتسقع وجميل ومسك، وكنت يعني بصوا انا نسيت ان انا بصور وبدأت اكل فيه فعلا من جماله. انا ما خدتش بالي من التصوير وكملت اكل. فظيع جدا، جربوه. ممكن تعمليه بقطع فاكهة من عند الفكهاني عادي، مش لازم تجيبي الكمبوت وتزودي مية متلجة بدل الشربات اللي انا زودت، بيبقى طعمه جميل جدا. وممكن كمان تعملي بسكويت يكون مثلا سميك عن ده شوية. البسكويت اللي انا جايباه برضو رفيع، انتي ممكن تجيبي بسكويت سميك هيدي طعم اقوى وهيبقى جميل جدا. ما تنسيش بقى تيجي على الفيسبوك تعملي اعجاب ومتابعة، وما تنسيش تقولي لي رأيك في الكومنتات ايه، ولو انتي على اليوتيوب ما تنسينيش في السبسكرايب.